السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في احسن الاحوال. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وخبر جديد على قناتكم. شوفوا اش طاري، ما تنسونيش اخوتي دائما من اللايك والتعليق بخصوص الموضوع. اول رد لكنزة على التصريحات المشغله ديالها، واللي قالت انه الاخ ديالها كيضربها مرارا وتكرارا، وانها مشات عندها مهرسه من يدها. فهانتوما غادي تسمعوا اشنو قالت بالفيديو كنزة، فخليكم معي حتى الاخير وغادي تسمعوا كل شيء بالتفصيل. فبالنسبه اخواني اخواتي للمشغله واللي دارت ضجه كبيره في مواقع التواصل الاجتماعي بالتصريحات ديالها، واللي قال عليها البعض مستفزه. قال عليها الحاله ديال كنزة باينه، والتعذيب اللي عذبتيها راه باين، لانها خرجت عندك يعني مكرفسه حالتها، حالة. فكل شيء باين وكل شيء واضح بأنه يعني التعديم كان في المنزل ديال المشغلة. فإخواني أخواتي، كذلك الاتهامات ديال المشغلة واللي قالت أنه الأخ ديالها كان مكرهها في حياتها، وكانت يعني كان كيضربها مرارا وتكرارا، لأن درجة أنه هرس لها الإيد ديالها. فكنزة يعني في واحد التصريح صحفي جاوبات على هذا السؤال هذا، فغادي نخليكم مع الفيديو شنو قالت كنزة. انتي عائلتك ضربوك شي واحد؟ لا خوك صراحه عمر ما ضربوني في الدار. لا عمر شي واحد ما كان كيضربني. انا قلت لها لا عمر شي واحد ما كان كيضربني وانتي كديري لي هاد الحالات. كما سمعتوا اخواني اخواتي، كنزة نفات هاد الاقاويل او لا الهضره ديال المشغله، وقالت عليها بانه ما عمرها ما تعرضت لاعتداء، ما عمر شي واحد ضربها من العائله، ما عمر الاخ ديالها هز عليها يدو. كذلك قالت بانه يعني كل يعني الهضره اللي قالت المشغله مجرد كذوب باش انها تحيد عليها الاتهامات وتوجه اسبوع الاتهام فقط للاخ ديالها، واللي كانت كتعايرو كتسبو كتقول لهم مرارا وتكرارا انه غير شمكار. فعلى القول ديال الزوج اخت الكنزة، واللي قال عليها بانه دائما كتعايرو بدون سبب. فاخواني اخواتي، بزاف ديال الهضره خرجت في هذا الملف هذا. خرجت كذلك الام ديال المشغله، واللي قالت بانها غادي تنتقم من اي واحد شوهها، ويعني فقالت عليهم أنها يعني عندها مكانة في المجتمع، وغادي تعرفوني مع الوقت وما غادي تصوروا مني والو. فإخواني أخواتي، هذا الكلام هذا استفز الكثيرين، واللي طالبوا بأنه يعني السلطات أنها يعني تنصف المشغلة كنزة، لأن هاد الناس هادو متعدين، ناس يجب معاقبتهم أشد العقاب لما فعلوه مع المشغلة كنزة. فكنتظر إخواني أخواتي تعليقكم بخصوص الموضوع، نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.